بسم الله الرحمن الرحيم. باب النائب عن الفاعل. الباب نائب ايش فعليه؟ يعني دي نرس اصلي بيه هذا باب باب النائب عن الفاعل. بالترتيب نرس كيكي تبيج بابو خبر بمبتدأ محذوفة هذا نرس تبيج نائبي. مضاف إليه اسم. وعن الفاعل متعلقة بشيء آه، نائبية نافي. نائبي من نائب فعلي في نرس نائب فعلي. يحذف الفاعل شخص في فعل فينوب عنه دبن أبي كفشوناوي في أحكامه كلها أحكامه تبدا شت كفشوني مفعول به مثل مفعول نابي ينوب ياها فعل ينوب نرس ينوب عنه في أحكامه كلها شي ينوب مفعول به مفعول به كفشوناوي. نرس فإن لم يوجد أجل مفعول به تنبه فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر أو خاص متصرف خاص به يعني جاب صفات من فتك جرات به نرس ومتصرف به يعني ناوي مثلا ظرف غير متصرف هنا نرس دائما مفعول فينا وانا بنابف عليه. مثلا مصدر غير متصرف هي دائما مفعول مطلق وكا سبحانه وكا معازه فانا نرس لا بنابف عليه. جراء اوي خاص ومتصرف خاص يعني مثلا تبيج ضريبة ضرب حسن باي خاص بو نرس صفات جرات نبري. يا نرس مثلا اعتكيف مكان حسن وهي نرس ظرف بخاصة جرى ظرفه او ظرفه ومصدر جرى خاص من يعني وقع صفة من فتك تشكي ورا هاتبه وجرى متصرف من يعني نا او ظرف قدامي مفعول مطلق نا او مصدر قدامي مفعول مطلق نا او ظرف قدامي مفعول فيه نا او مصدر قدامي مفعول مطلق انك ظرفنا قدامي مفعول فينا نرس وينا بنا بفعله ويخيل تصرفات بيش يعني تمام. تصرفات ناي كن يعني مفعول فيه تي در ناي مثلا مصدر غير متصرف مفعول مطلق تي در ناي اكشن جرى ظرف ومصدر خاص يعني تصرف تمام. لوما او مجهول كريا نافون اساسنا باش كريا نوري. نرس قال قلت فإن لم يوجد فالمجرور فجار ومجرور يا فالمجرور او ما اختص وتصرف من ظرف او مثلا شيء مجرور ده خاص ومتصرف يعني حاشين كده بنتين اساس او يعني محققوان دبن جار ومجرور هذا تصرفاتي وخاصيتي دوان ده نا أنمليه. نرس فهمت كي؟ نرس جي قاسي يعني او جبر بردر تخن بحق عباره بوتان فعل يوجد فالجار فالمجرور او ما اختص وتصرف مثل شنكي خاص التصرف شي ظرفه وش مصدر رايه نجم مجروريه انا متن ده جواري شرحي ده جواري ورا فاضي. تمام. 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 طب بيجي في عباره بشكلي معرف كاره معناه ما في كاره معك وما خاص ومتصرف ظرف ومجرور مصدر او خاص وتصرفاتي باعتبار ظرفه ومصدر ما بيجون قوتيه نرس باعتبار مجموعه انا قاعد تفضل قال فيها به. اما تنبونا مفعول به گره تفا دا شرطه ظرفه دا شرطه جار مجرد دا شرطه مثل شرطه. تمام سلام. من كده بيم شيء. نرس ويضم اول الفعل مطلقه مضموم ده اول فعل مطلقه الوقت بنابه فعلتها ما فعل ورا نامينه فعل اولي ضمن ندرت به مطلقا شو ماضي به شو مضارع به ما فعل بنا نرس مجهول هر دوجنه مضموم مسألة هو. نرس ويشاركه ارتاخي بيراتك ثاني نحو تعلمه ايه دواج ايه بابي تفعله نرس تعطي اولي مضموم كرد ماضي ده تعاد دواج مضموم تكي. نرس فهمتي مثل بتوع. نرس والثالث نحو انطلق بابي يكسريد همزة وصية وكا انطلق وكا اجتمع وكا استخرج ثالثي بير أحبالتي أوجي ما تنت به نرس تبيجي انطلقت نابج انطلق نرس شما بيزة تعلمت ده شما نابج تعلمت بتعلمه اگر مثلا عين مضموم نبه بلا مجهول شو تعلمه نرس توقف كر تعلم تنزاني تعلم تعلم علم يعلم يعني مضارعي بابي فرحية يا بنا مجهولة تعلمية تنساني نوري نرس أما كو نرس عين مضمون به بابي فرحة شنابي نرس نوري شنو نرس تحل هات زاني ماضية تزاني ماضية تعلمية مثلا انطلقة وكا طانا مضمون بنا أي بوجات شو طليقة إيه همزة دجيلة تشع جرك جرا تا بوي بلي يوانو توقف كر تقول انطلق تنزاني أمره نرس ينطلق همزة دجيلة تنزاني فعل ماضي بنا مجهولة أما وانطلق به هم تزاني بنا مجهولة نرس جبوي قاسية على بالو موريكي تمام. جبوك أويش هبقته جبوك ماضي مثلا إيه تعلم دا أو تعلم ماضي ماضي مضارعي علم بقته إيه طريقة دا جبوك مثلا ماضي أمر يبقته أمر يبقته. تمام. ويفتح ما قبل الآخر في المضارع دمك ماضي مضارع شيء بأوزانه أو اليوم نضم به وما قبل آخر ماضي مضارع ده مفتوح به ويكسر في الماضي الماضي ده شيء مكسور بما مشهور عليه. نرس
نوري مثلا تعلم، انطلق لقى. ألسا. أما مثلا مضارع بقى يتعلم لا، ألسا. ينطلق لا. تمام. ولك في نحو قال وباع إذا اشترى جائزة أجواف هذا شواوي بوكا قال شياي بوكا باع بنا مشهولي وان دام بحسب بنا مشهولي تكين يا مثلا عارف ألسا. عليه اشترى جائزة اشترى هي لك جار مجرور خبر الكسو يا الكسو بتدعي يعني ألسا. لك في نحو قال وباع لك الكسر تكاري كسي بديكي يعني أساس قويلة بو إيه تناقض حركة بو قيولة تو مكسور كربيه بو قيلة ألسا. وكسر خالص باع بو يعب تم مكسور كربو بيع ألسا. جبو جرانه تناقض حركة جرانه سر كسر سريع جران تناقض كر مش تسلب حركة بي وبيع حسن كسر ألسا. خالص كاري بدي ومشمن ضمن كاري إشمام وضمه إشمام يعني كسر بنا ضمه بيني وجايز بنا واوي بيني ألسا. نابي تم قيلة تدبي قيولة قيولة يعني قافين كي بسر ضمي فاتبي ويايش بشكي بسر واوي فاتبي تمام. بيوعى بيوعى تمام. والضب مخلصا كار دم خارجي مثلا بيجي قويلة بويا قويلة ألسا. قويلة بحرف في حركة واوي قولة طب خارج جاي واوش واو مينه بيوعى ما حذف في حركة ايش بقرانه بيوعى بيوعى يا ساكن ما قد ما قلت واوي بوعى بوعة. نوري افضل ما خالص ألسا. وطي دم خالص به اوي واو سر خب مينه يا بذا او بذا واو ألسا. وقتی که کسرا خالص به کسرا خالص به اوی واو به یه خود مینه تمام. هذا ولی قویله اوی وقتی کسرا خالص به تنقل حروا و قلب كبير وقتی بیعدا تنقل كت يش خود تمینه ألسا. وإشمام خو zaten ara yani keste ara keste udameda وياش ara يا واويد تمام. يجوز حذف الفاعل جاز حذف فاعله إما للجهل بهم شو دوري ألسا. يعجبك تنزاني فعل كيت شو غادي حسبك جانا مثلا تبي سوري المتاع اشياء يزين كي زيت نزالي تبي سوري ألسا. المتاع شاد زين او لغرض لفظي يجب اماجكي لفظي او معنوي يجب اماجكي معنوي ألسا. فالاول يجب غرض لفظي كقولك سوري المتاع وروي عن رسول الله خاطر روايه رسول الله كي راوي كي نزالي ألسا. اذا لم يعلم السارق والراوي وقت السارق راوي ادزيه وروايتك نيزاني تكتي مجبوش خواري بيش والثاني يجب غرضك لفظي كقوله وكقولنا عرب من طابت سريرته ايكو سريتاوي جزيل الخاوي يعني قلبي وي باش به حميدة سيرته رياويجي باش راكد تمام. ماشي باش يعني يقول لي باش به حرك حاله حركة تجي باش تمام. ميزا فرادا جبو غرضك لفظي جبو تدي بود نقول يا حميد الناس سيرته كي بينا مجوج بوتشي جبو او سجعة شيء بذل هبوري ألسا. هبوري ميزا فإنه لو قيل حميد الناس سيرته أجل ورا يقولون او اختلت سجعته سجع خراب نور يعني وزن يمكن خراب ألسا. والثالث يكتب غلطك معنوي كقوله تعالى مثلا قلنا رب عالمي قلت يا ايها الذين امنوا يا قلي مؤمنا يا لي ايمان انينا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وقت جورا هاد قوتن فليه تشيك المجلس هذا نجيب دنها فافسحوا تديك هات جيتنا به قوتن كاجيب ده وجي فليه تشيك يفسح الله لكم من خدای تعالی فليه سر وچيك واذا قيل انشزوا وقت جورا هاد قوتن رابع بيرجوا ولا işin ne artık herkese mal فنشتو فبنهر نوري ألسا. مثل الفير غرضه معنوي هو غرضك معنوي غرضك معنوي شيء الفير يعني ربي عالمي شو مثلا فعلي بالي نكديه وقت يكون ممكن ورا جو نغوتيه يا مثلا كي باش ورا جو نغوتيه مزني نغوتيه شو çünkü الفير يعني غايه فياج طرف كتابه يعني فيا بيدشي نوري یکی مزین به یکی بچوک به چی خواست کردم جیبتی نواری ألسا. یکی مزین به یکی بچوک به گوله artık بلا بفن کردم بلا ألسا. وقول الشعر قلتان شعريجي قلت وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بعجلهم إذا أتشع القوم يعجلون أجر ورن دست دريش كرن دست ببال خوارن إفا از دابم أن عجل جيوانا إما از أول دست خمن دريش إخواني ناكم شما إذ أتشع القوم أو إذا تعليه شنك أنت لك يا قوم أعجلوا إيه بر عجلة چلك زاني چلك هاش كسولي يعني ها ها ألسا. چلك مون بيش چلك ألسا. إيه Mesela var gotiye il müddet de be dest be direşkin ne ki direşke önemli ne ku dest be direşkirin emin as zu dersi yok da
فهمت كيف؟ أرز ماذا فحذف الفاعل في ذلك كله چه حذف فعل وانا تفدا لأنه لم يتعلق غرض بذكره چونك آماجك بذكراوي تنه نوري كي أرز اشترف كي هاتو قوتن تفسعوا تفسعوا اشترف كي ها مدة الأيدي مدة وحيث حذف فاعل الفعل طب وقت فعل فعل شو حذفه فإنك تقيم مقامه المفعول به تبكي شو ناوي چه؟ مفعول مفعول به به. وتعطيه يبدي مفعول به أحكامه أحكام فعله صفته وأحكامه المذكورة له في بابي إيه كاتون زكي كنش فعله را بابي ودا يعني شوا يعني فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا فعله مفعول به مرفوع كيش بري منصوبه أرز وعمدة تدي عمدة حسب نابه جاز بعد أن كان فضلة بري فضل مفعول به حسب جازمه واجب التأخير عن الفعل واجب التأخير فعلي بعد أن كان جاز التقديم عليه بري جاز مقدم فيه ويؤنث له الفعل فيجب ما نسبه إن كان مؤنثا أجل بفعل مؤنث به تقول في ضرب زيد عمران بيجي ضرب عمرو توري أرز ميزا فات بلي عمران بو تكريا عمرو بلي فضلا بو تكريا عمده أرز بلي تكاربو بيجي بس ضرب زيد عمرو تقول عمران ضرب زيد أنا نكاري قدم بكي أرز وفي ضرب زيد هندن تبيجي ضربت هندن ميزا جاجبكم هندن مؤنثة تفعل فعل يجب المؤنث أرز فإن لم يكن في الكلام ما دام مفعول بها بأول أول جمهور ورد بيشه لكن أجر مفعول به تنبه أرز ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر وإذا نائب چه ظرف جار ومجرور يا دا مصدر يك بنا تقول أرز سيلا فرسخ وظرف فرسخ كي هات بشاندن سيما رمضان ورمضان هات روجي كرتن أو ظرفه وظرف أرز فرسخ ظرف مكانه رمضان ظرف زمانه زم مر بزيد وجار مجرور ناب فعله جلس جلوس الأمير وهي مصدر ناب فعله فهمت أرز كي أرز ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط مثل نقو جار مجرور لو ما مقو حقه أو فما اختص وتصرف بدبر ظرفي ومصدر ندبر جار مجرور مثل بين نجاز نيابة ظرفي ومصدر أنجا سي شرطة أرز فهمت كي؟ أرز مم. هيك هذا كر أحد يك جوان أن يكون مختصا قال أظرف ومصدر خاص بن يعني وكصفات جوان هات به يا إضافة هبه بس فلا يضرب درب هات يخصن ريخصن كيش خذات ضربه ويا إفادة كه معنى أرز ضرب ناتن كه أنجا ضرب مثلا شديد به تمام ولا سيما زمانك هاتور إيش ذات روجي زمانك يه أنجا بيجي سيما زمن طويل مثلا ولا أرز اعتكاف مكان ذات اعتكاف مكان كده تيجين أنجا بيجي اعتكاف مكان مثلا حسن شو ولا بيجي أرز لعدم اختصاصها شوف أنا نخاصه نوري أرز يعني هم ظرف ميزة هم مصدر فإن قلت قالت بيجي ضرب ضرب شديد وسيما تسفاج آنش مصدر را تخاص كر أرز تقول سيما زمن طويل تسفاج ظرفراني تخاص كر وقتی که في مكان حسن تسفاج ظرفراني تخاص كر جازه فهمت كي؟ أرز ما خاص بو لحصول اختصاصي بالوصف çünkü بوصفه اختصاص شيء الثاني أن يكون متصرفا قال أظرف ومصدر شبن متصرف بن لا ملازمة للنصب على ظرفيتي أو المصدر مثلا ظرف نه لازمه نصب على ظرفيتي بأن دن دائما إنجاز ظرفنا دائما مفعول فينا جوان بظرف غير أرز متصرف قال نوري به ومصدر جهنك دائما مفعول مطلق قال مش نوري بشي تمام فلا يجوز سبحان الله بالضم سبحان الله بضمه نابه على أن يكون نائبا من نائب فعله فعل فعله المقدر يعني بيجي يعني كتبيا نائب فعل فعل مقدر تيجي فعل محذوفة بيجي يسبح سبحان الله لا على أن تقدير يسبح سبحان الله مسبي تقدير وره نابه çünkü أدياج مفعول مطلق در ناي تمام تنقال كي مفعول نابه فعل تمام ولا يجاوز إذا جاء مثل قلت إذا ظرف غير متصرف قلت مفعول فيته در ناي تنقال كي نابه فعل يجاوز فهمت كيف؟ أرز على أن إذا نائبة عن الفعل في جناب فعل نابه لأنهما لا يتصرفان شيء سبحانه وإزاي سبحانه مفعول مطلق ولا رق يعني مصدر ولا رق إزاي ظرف ولا رق فلم تصرفنا يعني سبحانه مفعول مطلق يتدناي إزاي أرز مفعول فيه يتدناي فهمت كيف؟ تمام يعني عرب وري وندر نفسي أرز تلفظ يقضى استعمال يقضى الثالث إسيا أن لا يكون المفعول به موجودا قال المفعول به تنبه أرز أبيض جار مجرد الجشدية فهمت تمام كيف؟ فلا تقول ضرب اليوم زيدا نوري تلك أرز ضرب اليوم زيدا والمفعول به هي
تلك اليوم يمكن أن يفعله. بس. قال ضرب زيد اليوم، خلافا للأخفش والكوفي. الأخفش والكوفي قلت ناضبه، قلت نشط اليوم. فهمتني ميزة. أرز. وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، في شرطي تجار مجرد جشلية. تمام. تمام سلام. أصل حقيقة وهذا شرط جاري في الجار والمجرور، شو ظرفي دا جشلية جار مجرد جشلية. تمام. تمام سلام. يعني مثل في تفهمي ابن هشام أو اختصاصه أو أوي تصرفي نداي بجار مجرور. يعني نانش خست تفسير بوانج بوتا فيانت. بس. أنا حاشية مش معناته كان حاشية، يعني بين جار مجرور راجع عنوان جار أو تكون شيء نابه. وهذا شرط جار في الجار المجرور أيضا، في عبارة دراسة، أي كجريان الشرطين الأولين ولم يبينه ثم معنى تصرفه ولم يبينه شيء، ولم يبينه وما قصده كده. ثم مع تصرف أن لا يلزم الجار له وجها واحدا في الاستعمال نحو مثل ضرب وما اختص بقسم واستثناء. لا أوي يعني. خلاص والله بري. وجدت معنى تصرفيا لازم الجار له وجها واحدا في الاستعمال نحو مذ به ومقتص بقسم. إيه. الحصول وان كان يعني ايكو قلت مثلا فان شرطي تصرفي و اوي اختصاصي جار مجرور هذا جيشلينا وادفير يا وري نقل قالوا سيدي انا وري. أرز. قلت مثلا وجار مثلا وقت خاص يبقى سمي به، مثلا جار خاص يبقى سمي به واوجي غير تصرفي حسين او تصرفي باعتباري نابيجيك. وري كيف ظاهري ابن هشام فيها قبول نكريه او جرادين نقل مثلا قلت معنا اختصاصي قال لك فايده ويها مثلا قلت ضرب في موضع، في موضع هم الجيكات اللي يخسن فائدتها تنه، يعني او يا او نكي يعني أو تمام. في موضع يعني ابي استعمال تنش خو جرب بجرب فان استعمال كده بيجي مثلا اي قسمي تام ذاتا او نك يعني مثلا بشكل كل دو فعلي ولا ذكر كرنه. تمام. تمام. بلا سواء وري قلت يا وجردي وري نقل كده ما زاري ابن شيخ ابن شام بيجي يقبل نكي. تمام يعني قلت تمام. يا جار مجرد هذا قال او نبه قال مفعول به تنبه تمام. يعني فما اختص وتصرف او اختصاص وتصرف خاص او شيء نوي او اختصاص بليوت او بحث وارد شرط دواتنا الشرط جار مجرور اريد شنو هنا اريد شنو هنا. مثلا جار مجرور كي مثلا ربع فما بعدين مبتدا شاب اوي مثلا ربع رجلين. بس. يعني مثلا كي مع بعض كم مبتدا بس. بتقديره مرفوعه. مثلا حلقات شي ناقله شو ند وقت حكم جار الشرط نيوان هنا، يعني وهنا ما نبي اختصاص وتصرفات كل بالبوت ناوي. تمام. يعني وصول ما يكون تخد بنبي اختصاص وفي تصرفي لو ما مش من نقصيه بنبي. يعني شرط جار مجاز بيكون ايد شنو هنا او ذاتا جار مجاز في النبي فعلش وان شرطات وان ده هنا يكون هو بنبي فعل كتير ورس كتير كنش خوش بوان شرطات وان ده هنا وش يخرج جنانيه. تمام. خلاص الثالث مهرن أرز. ان لا يكون المفعول به موجود، يقول المفعول به لا موجود به. نوري. أرز. فلا تقل ضرب اليوم زيد، زيد يوم زيدا مقولنا بخلاف الأخف الكوفي، وهذا شرط جار في الجار الموجود أيضا نسخة صحيح أصغلم أداة. هذا شرط جار في الجار يعني في شرط جار موجود هذا شيء شوا ظرف ومصدر ده هي جار موجود هذا شيء. جاي تفهمي
او شوان هادو شرط دني ظرف مصدر يعني شغل ذات ورا يعني بي. تمام. Tamam. وانك وان شرطات جار مجرور او تكونوا في بشكي ظلماء. فهمت كي؟ Tamam. çünkü yani متبادل كتبه متصرف ما قويا او تصرف كتبه دبي اختصاص او اختصاص ما قوي او وانا جار مجرور هذا تصرفه اختصاصا كجير تينن او نو وتصرفه اختصاصا مشهوره. Tamam. والخلاف جار فيه ايضا او خلاف جدا جاري يعني مثلا وقت جار ومجرور هبن مفعول به هبه جار ومجرور بفعله اخفش هو فوق قلت يعني وما خيني قلت له. Tamam. واحتج المجيز او جاز ديرانه دليل أخواننا بقراءة أبي جعفر وتي ليجزى قوم أو قراءة ليجزى قوم بما كانوا يكسبون يجزي ياسكي قراءة ليجزى وبنا مشهورة قوما واي جار شيء مفعول به هي وبما كنا نابع فعل بما. فهمت كي؟ Evet. قلت في زبا جازة قلت واي قوما مفعول به يجي بما نابع فعل قراءة ليجزى. Tamam. وبقول الشاعر جداق في قلتناش على جاينا وإنما يرضي المنيب ربه أنجح إيه توبكار ربي خرازيتك ما دام معنيا بذكر قلبه حتى كو مقصود بذكر قلبي بي أوري فهذا معنيا أو اسم مفعولة بذكر فجار مجبيا نابي فعله وقلبه مفعول به Evet. وتنفيذ هو الشعري ذاتي هم قراءة ذاتية هم شعري ذاتي Evet. مثل قلتنا فأقيم بما آية دا بما Evet. وبذكرين شعري دا مع وجود قومان حال وجود آية دا قوم مفعول به هي وقلبه شعري داش قلبه مفعول به هي demek مفعول به بجي ظرف جار ومجرور تبين نابي فعله ومصدر. فهمت Evet. كي؟ Evet. وأجيب عن البيت شاب هيك هاتي جواب دانش بيش بيتي زاتن قلت بين الضرورة قلت شو ضرورته فك قراءة وعن القراءة بأن شاذ قلت قراءة وقراءة شاذة. فهمت كي؟ Evet. واحتمل أن يكون القائم مقام الفعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا وقلت لي احتمال هي دايت دا أساس ضمير اليجزا راجع تيا مستتر به راجع بالغفران كوش بري آيات بري درباس بيت آيات هذا دا Evet. بس قلت يقول الذين آمنوا يغفروا بيجي إيه من برا عفو بكر Evet. ليجزا يعني ليجزا الغفران أو غفران كوش يغفروا تفهمي Evet. قلت لك راجع بال أو غفران كوش بيغفروا تفهمي إيش شاغي وري بزاتن بما نبي نابي فعل جار مجنب يكي مفعول كي شاغي يزارة مفعولتين مفعول أول نبي مفعول ثاني بي نابي فعله. فهمت Evet. كي؟ Evet. أي لي يوجد الغفران قوما أو دمك غفران بي نابي فعله قوما يجي مفعول كي قوما أساس بوك أو ذات غفران جي معناه قوما مفعول أولى غفران مفعول ثانية Evet. يعني مفعول ثاني بينا بفعل ويشاخي ورا شيء به وضي بستت براجب الغفران به وقوما جي مفعول به نوري Evet. بينا بفعل مفعول ثانية وإنما أقيم مفعول به وشا بينا بفعل مفعول به نوري Evet. غاية ما في أن المفعول أنجا يعني أنت شيء صون كنت فريدا من فيجا شيء هي مفعول ثاني بينا بفعل وذلك جائز يعني كتبيات كمفعول ثاني چونكي قوم ذاته غفران شيء حدثه معناه Evet. يعني بقاسي يعني ذات مفعول أولى وغفران مفعول ثاني. فهمت كي؟ Evet. هدي شو بمساكن Evet. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بمساكن Evet. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.